السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا سماحة عياد ودي قناتي لتعليم الكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض جراب للموبايل. شكله حلو جدا زي ما انتم شايفين وطريقته كمان سهلة جدا، وخصوصا بالنسبة للناس المبتدئين. هنشتغله كله بغرزة الحشو. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الجراب، وبتشاهدوني من أي بلد. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. أنا هشتغل بخيط مكرمية مصري سمك 3 مللي. هشتغله بإبرة رقم 5 ملم. تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا أو تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بسيب حوالي متر من الخيط عشان التقفيل، هقفل بيه الجنب اللي أنا ببدأ منه. بعد ما بسيب متر من الخيط بعمل عقدة البداية، وهشتغل 12 سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنتي. ال 12 سلسلة مقاسهم 14 سنتي بالظبط. لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلاسل. بعد ال 12 سلسلة برتفع كمان سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على ال 12 سلسلة اللي قبلها وبشتغل 12 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. بسيب حرف ال V وبقلب السلسلة وبشتغل السطر الأول غرز حشو في الحلقة اللي في الخلف. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اللي قبلها في حلقة ظهر السلسلة، بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف ال V تحت الإبرة بالشكل ده كده، وبسحب الخيط. أصبح معايا حلقتين على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. دي طريقة غرزة الحشو. بكرر على كل السلاسل وبشتغل في كل سلسلة غرزة حشو واحدة في حلقة ظهر السلسلة لحد ما اوصل لاخر سلسلة عند خيط البداية بنفس الطريقة. وصلت اخر سلسلة بشتغل فيها اخر غرزة حشو في السطر الاول. كده انا اشتغلت اول سطر 12 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة، بقى الشكل زي ما انتم شايفين. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ اشتغل السطر التاني. بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة من غير اي تناقص او تزايد، وبشتغل في الغرزة كلها تحت الحلقتين، يعني تحت حرف ال V. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة هنا كده في الغرزة كلها تحت الحلقتين، يعني تحت حرف ال V. الشغل كله بعد كده هيكون تحت الحلقتين، وبسحب الخيط وبشتغل أول غرزة حشو في السطر التاني. بكرر وبشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل لآخر السطر. كده انا اشتغلت سطرين من غرز الحشو على ال 12 سلسلة اللي انا بدأت بيهم. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر التالت. بشتغل بنفس الطريقة في كل غرزة غرزة واحدة تحت الحلقتين لحد ما اوصل لاخر السطر التالت. برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر الرابع وبشتغل رايح جاي، وبرتفع بعدد من السطور على ال 12 غرزة لحد ما اوصل للمقاس المناسب، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض كام سنتي. انا كده اشتغلت 38 سطر من غرز الحشو على ال 12 سلسلة اللي انا بدأت بيهم لحد ما وصلت لمقاس 38 سنتي في طول القطعة اللي انا اشتغلتها. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. هنشوف المقاسات مع بعض بالمزورة. مقاس الطول 38 سنتي بالظبط، ومقاس العرض زي ما شفنا في البداية 14 سنتي. لو حابين تزودوا مقاس الطول بتزودوا عدد السطور بنفس الطريقة. بعد كده هثبت الخيط وهقصه وهسيب حوالي متر من الخيط عشان التقفيل. هقص الخيط الأول، بسيب نفس المسافة اللي أنا سبتها في البداية عشان هقفل بيهم الجنب التاني.
بعد ما قصيت الخيط بسحبه من الحلقة اللي على الإبرة وبثبته. الجنب ده هيكون وش الشغل بتاعي اللي هو فيه السطور الزوجية. بعد كده 2 4 6 8 10 لحد ما اوصل للسطر رقم 38. بخلي وش الشغل بره وبطبق القطعة على بعضها. هخيط من بره من على الوش. طبعا عندي عدد السطور متساوي. هخيط كل سطرين قصاد بعض بإبرة التنظيف. الجنب ده بطرف الخيط بتاع البداية والجنب التاني بطرف الخيط اللي انا كنت بسحب منه وقصيته. اول غرزتين مع بعض من تحت حرف الفي، بشبك اول غرزتين مرتين واول غرزتين في الجنب التاني مرتين عشان اثبت بداية الشغل بتاعي. كمان مرة. بعد كده بشبك كل سطرين مع بعض. كده انا شبكت الجنب الاول كل سطرين مع بعض. بعد كده بدخل طرف الخيط جوه، بسحبه جوه وبنضفه تحت الغرز. هنضف طرف الخيط بإبرة التنظيف تحت الغرز من جوه، وهلضم طرف الخيط بتاع الجنب التاني وهخيط بنفس الطريقة. هخيط الجنب التاني بطرف الخيط ونرجع نكمل مع بعض. انا كده قفلت الجنب التاني بنفس الطريقة، بقى الشكل زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب الخيط وهبدأ اقص الشراشيب. هقص بمقاس 20 سنتي. طبعا تقدروا تطولوا المقاس او تقصروه برضو زي ما انتوا عايزين. وهقص بالولاعة وبعد كده هفك اللي انا قصيته، هفك الفتلة وهشيل اللسعات بتاعة الولاعة. بقيس كده مقاس 20 سنتي. كده انا قصيت اول واحدة بقيس عليها. هقص بقى بالعدد اللي انا عايزاه. كده انا قصيت 4. هوريكم ازاي هنركبهم وبعد كده هكمل انا ونرجع نشوف الشكل عامل ازاي. بقص العدد بعدد الغرز بتاعة الخياطة اللي هنا والغرز بتاعة الخياطة اللي في الجنب التاني، وبعدد الغرز اللي في القاعدة تحت اللي هي الحلقات الصغيرة دي. بعدهم وبعد الحلقات اللي انا خيطت بيها هنا وهنا، وبقص عدد الشراشيب. كده انا قصيت 4. هنشوف بس طريقة التركيب ازاي وبعد كده هكمل. بطبق الجزء اللي انا قصيته على جزئين كده، وبدخل هنا كده في الحلقات بتاعة الخياطة وبسحب.
وبظبط الطرفين بسويهم مع بعض بالظبط وبعديهم من الحلقة دي كده وبسحب كده، وبكرر بقى في كل الشراشيب اللي انا هقصها بثبتها بنفس الطريقة. الحلقة التانية الحلقة التالتة الرابعة كده انا ركبت 4 شراشيب. بعد ما بركب الشراشيب كلها بجيب المقص وبقص الاطراف بتاعة الولاعة اللي انا قصيت بيها دي كده، وبعد كده بفك الخيط، بمسك كده فتلة فتلة وبفك. هيبقى الشكل كده شكلها جميل جدا. لو حابين تقصروها بتقصروها، ولو حابين تسيبوها كده بنفس المقاس مفيش مشكلة. تمام. هكمل بقى كل الشراشيب هركبها وهقص اللسعات بتاعة الولاعة وهفك الخيوط بالشكل ده كده، ونرجع نشوف الشكل النهائي عامل ازاي. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الجراب، وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه اول مره بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناه، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.